السلام عليكم، معاكم محمد من قناة ريزولف بالعربي. في الفيديو ده هنشرح ازاي هنعمل الفيديو الخمس ثواني ده باستخدام طبعا برنامج دافينشي ريزولف. طبعا احنا في القناة دي هنشرح البرنامج وهنشرح كل حاجة فيه، لكن ده اول فيديو هنشرح الحاجة البسيطة ديت، وهنشرح ازاي هنستخدم صفحة الفيوجن، لان طبعا كل اللي جاي على البرنامج الجديد خايف من صفحة الفيوجن. صفحة الايديت انت تقدر تستخدمها، يعني لو قعدت فيها نص ساعة هتعرف تستخدم كل حاجة فيها، لكن صفحة الفيوجن محتاجة وقت كبير. لكن ما تقلقش، احنا هنبسط كل حاجة. في البداية لازم نعرف حاجة، ان احنا عندنا فيوجن كومبوزيشن. ده معناه حاجة احنا بنعمل فيها كل اللي احنا عايزينه، اللي هي دي اللي احنا حاطينها على التايم لاين دي. تعال نكبر التايم لاين شوية من هنا مثلا، اللي هي الفيوجن كومبوزيشن دي. طيب انا ازاي اعمل فيوجن كومبوزيشن؟ طبعا انت بعد ما فتحت البرنامج وفتحت البروجكت بتاعك، تيجي هنا على الميديا بول، كليك يمين نيو فيوجن كومبوزيشن وتدوس كرييت. انا طبعا عامل واحدة اهو، تعالى نعمل واحدة كمان عشان برضو تكون شايف كل حاجة. كرييت اهيت، اخدها واحطها على التايم لاين بتاعي. هنا بيقول لي نو فريم افيلابل علشان هي فاضية، احنا كده معانا فراغ، فاحنا هنبتدي نملى الفراغ ده. نقدر نقف بالبلاي هيد على الفيوجن كومبوزيشن وندوس على علامة الفيوجن، هيدخلنا عليها على طول، او كليك يمين واوبن ان فيوجن بيج، او ان انا ادوس عليها واعمل الشورت كات بتاعي من هنا كده، مثلا اوبن ان فيوجن. هنا اخليها كيو او اخليها اي حاجه زي ما انا عاملها، عشان مثلا لو البلاي هيد ده بعيد ادوس هنا وادوس كيو يدخلني عليها على طول في الفيوجن. انا طبعا مغير الورك فلو بتاعي، انت تقدر يعني تغيره زي ما انت عايز. من هنا مثلا نخليها ديفولت، نشتغل زي ما انتوا شايفين او زي ما هو عندكم في الديفولت. ممكن نيجي هنا في السمول فيور هنا عشان نشوف الميديا اوت بتاعتنا. طيب اول حاجه هنبتدي ان احنا نحط باك جراوند. احنا طبعا الميديا اوت مش متوصل فيها اي حاجه، فما فيش حاجه باينه، فنبتدي نسحب من هنا باك جراوند او شيفت وسبيس عشان نبحث عن اي حاجه احنا عايزينها. ممكن نبحث عن باك جراوند، بعد كده نمسك المستطيل اللي فيها ده نوصله بالسهم الاصفر ده. تابع معايا خطوة بخطوة واعمل بإيدك خطوة بخطوة عشان تتعلم، وهتلاقي الموضوع سهل جدا. هتمسك المربع ده توصله بالخط الأصفر ده أو بالمثلث الأصفر ده، وهنيجي على الميديا ديت وندوس رقم 2، أو نيجي على العلامتين دول ندوس على العلامة التانية عشان يظهرها لنا في الفيور التاني. انت لو عندك 2 فيور مقسومين كده 2 فيور، انت تقدر تيجي على العلامة دي وتخليهم فيور واحد. فاحنا هنيجي نتأكد ان احنا مبينين الميديا اوتبوت بتاعتنا في الفيور 2. طبعا اي حاجة بتتوصل بالمثلث الاصفر ده بتبان معانا في النتيجة النهائية. الميديا اوتبوت بتاعتنا دي اللي هي النتيجة النهائية. طيب اول حاجة ديت الباك جراوند اللي حطيناها، خلفية سودة خالص، نقدر نغير لونها زي ما احنا عايزين، مثلا الاحمر. لكن احنا هنيجي على التايب هنخليها جريدينت. طبعا ده الانسبكتور، لما بنضغط على اي نود من هنا بيفتح لنا الاعدادات بتاعتها في الانسبكتور، فاحنا خليناها جريدينت. هنيجي على التايب هنخليه ريفلكت، وبعد كده هنيجي نمسك الهاندل دي ونسحبها في النص الشاشة كده، ونيجي نمسك الهاندل دي ونلف دي مثلا كده شوية ونرجعها ورا شوية. بعد كده نيجي على المثلث ده نتأكد ان احنا واقفين عليه. اللون الاسود بتاعنا هنسيبه اسود زي ما هو، احنا نقدر نغيره طبعا لكن انا هسيبه اسود زي ما هو. واجي على المثلث ده اللون الابيض بتاعي اخليه ان كان بنفسجي. اقدر طبعا اخليه اي لون تاني لكن انا حابب البنفسجي، هخليه بنفسجي. طبعا حاجة برضو عشان تبقى عارف، انت تقدر تتحرك في الورك سبيس دي او في الفيور ده براحتك، او في الورك سبيس ديت باستخدام الماوس ويل، انك تضغط عليها وتسحب كده فتروح في اي حتة. انا كده عملت الباك جراوند بتاعتي، وبما ان دي متوصلة هنا
فهتظهر لي بره. دي كده ظهروا لي بره، اللي انا عملتها جوه ظهروا لي بره. ارجع لها تاني. هبتدي اول حاجة ان انا اعمل الكورتين اللي احنا شفناهم هنا. الكورتين دول هبتدي ان انا اعملهم. ممكن يبان ان هو صعب لكن الموضوع سهل جدا. هاجي على الباك جراوند بتاعتي دي ادوس كترل سي وادوس كترل في، وبعدين انا كده عملت نسخة منها. بعدين هاجي امسك المربع بتاعها ده اوصله في المربع ده، يعمل لي حاجة اسمها ميرج نود. تيجي تقول لي ايه الميرج نود دي؟ ميرج ديت يعني التحام. دي نتيجة الالتحام بتاع ديت وديت عمل لي الميرج نود دي. طيب هاجي الاقي عندي هنا لو قربت كده هاجي الاقي عندي 3 اسهم، السهم اللي هو الاخضر والسهم الاصفر والسهم الازرق. لو جيت وقفت عليهم هيقول لي السهم الازرق ده بتاع الماسك، اي حاجه انا هعمل لها ماسك. السهم الاصفر هيقول لي بتاع الباك جراوند، والسهم الاخضر هيقول لي بتاع الفور جراوند. الفور جراوند دي الحاجه اللي بتبقى فوق، والباك جراوند الحاجه اللي بتبقى تحت. ودي النتيجه بتاعتهم متوصله، النتيجه على طول اهيت متوصله بالميديا اوتبوت. طيب ليه مفيش حاجه اتغيرت؟ لان انا حاطط باك جراوند هياها الفور جراوند، يعني الاتنين زي بعض. لو جيت على الباك جراوند دي غيرت مثلا اللون، بص هتلاقيها ظهرت. لكن لو جيت على الباك جراوند دي غيرت اللون مفيش حاجة هتظهر. كتر زد عشان ارجع للون بتاعي. بعد كده هاجي اول حاجة اضيف ماسك. دي صفحة الماسك بتاعتنا او الماسك اللي ممكن نعمله. هنجيب هنا الاليبس ماسك او اللي هي الدايرة ديت ونوصلها بقى بالفور جراوند دي، نوصلها بالسهم الازرق، نبتدي نحطها فوقها كده. تقولي مفيش حاجة اتغيرت، اقولك لا، انا مش شايف من الفور جراوند الا الدايرة دي. طب هي فين يا عم الحاج؟ اقولك لو غيرتها كده بص كده انا عملت ماسك. انا بقول له اظهر لي من الباك جراوند ديت اللي في الدايرة دي. هو ده شغل الماسك. نرجع للكالر بتاعنا. طيب هاجي على الباك جراوند دي واقوم جاي مغير ريفلكت ديت اخليها راديال. كده بدأ يظهر عندي حاجة. الراديال ديت لو جينا ظهرناها في الفيور، نضغط على الباك جراوند ونضغط رقم 2 هيظهرها لي كده. ابتدي مثلا اسحب اللون الاسود معايا ده اخليه تحت هنا مثلا كده، وابتدي اكبره شوية اديله مساحة اكبر من هنا، وابتدي اسحب اللون البنفسجي ده اصغره شوية كده او اقربه شوية عشان يديني مساحة اكتر. انا كده عملت الكورة بتاعتي. لو جيت بقى على الميرج نود ديت واتكيت 2، تكيت عليها ودوست رقم 2 هيعرض لي الباك جراوند بتاعتي. الموضوع ممكن يبان معقد لكن هو سهل جدا. مرة والتانية والتالتة هتلاقيك بتعرفها لوحدك وهتلاقيك بتبدع. في صفحة الفيوجن دي انت ممكن تقدر تعمل اي حاجة انت تتخيلها. هاجي على الباك جراوند دي اقف عليها اضغط عليها، واجي هنا على الترانسفورم ديت اضغط عليها هيضيفها لي على طول بعدها. او اقدر ادوس شيفت وسبيس عشان ابحث على اي حاجة واكتب ترانسفورم اهيت. دي طبعا كلها نودز تقدر تستخدمها، واضيف الترانسفورم. لو ضافها لي هنا اقدر امسكها كده وادوس على الشيفت واقرب من الخط ده. اي خط ده هتلاقيه لو قربت منه وانا دايس شيفت وماسك النود ديت بالليفت كليك هيظهر لي ازرق واصفر، وهبتدي لو سبتها هنا هتتحط هنا، لكن انا مش عايزها هنا. انا ضفت بالفعل واحدة هنا. الترانسفورم نود ديت اللي بتحرك لي اي حاجة. لو جيت ضغطت عليها هاجي على الانسبكتور من هنا واقدر احرك الكرة بتاعتي مكان ما انا عايز. انا عايز اصغرها شوية كده وانزلها تحت هنا شوية. انا دلوقتي صغرت الكرة بتاعتي لكن انا عايز اضيف لها بلور. ممكن اجي شيفت سبيس اجي هنا جاشيان بلور وادوس كده هينضاف على طول. اقدر ازود الاماونت بتاعته شوية واقدر ارجع احرك الكرة ديت شوية. ممكن بعد الجاشيان بلور اضيف حاجة اسمها جلو كده. اعمل في الاعدادات بتاعة الجلو بتاعتي زي ما انا عايز. كده احنا ضفنا كورة. طيب انا عايز احركها.
ممكن اجي على الميرج نود ديت، اجي هنا على السنتر، ادوس كليك يمين. اي حاجه من دول تقدر تدوس كليك يمين، تقدر تتحكم فيها، تدخلها في موديفاير، تدخلها في اي مود. نيجي هنا على السنتر ندوس كليك يمين، موديفاي ويز شيك. كده انا بقول له انت اعمل لي شيك للميرج دي او الفور جراوند بتاعت الميرج دي. اقدر اجي هنا في الموديفاير اللي هو في الانسبكتور، وازود المينيمم كده واقلل الماكسيمم، ازود المينيمم واقلل الماكسيمم. فهو كده هيحركها لي ما بين الاتنين دولت طول التايم لاين او طول الفيديو. اقدر اعلي السموزنس مثلا شويه كده عشان تبان ان هي بتتحرك حركه سموث كده وحركه خفيفه. كده ضفت كوره، حركتها بطريقه سهله جدا. الشرح بس بطريقه بطيئه، او الشرح بطريقه ممكن تبان ان هي ممله عشان احنا بنشرح لناس مبتدئه اول مره تفتح البرنامج. بعد كده عايز اضيف كرة كمان، هاجي احدد دول كده كلهم وادوس كترل سي وادوس كترل في، عمل لي نسخة من الكرة. اقدر امسك الميرج نود دي وادوس شيفت واحطها هنا بعد الميرج دي، واجي امسك المربع ده اوصله بالمثلث الاخضر واحددهم كده، اجيبهم هنا شوية. كده انا عملت نسخة من الكرة ديت هنا، لكن هي نفس النسخة، فهما الاتنين محطوطين على بعض، فانا مش شايف. هاجي على الترانسفورم دي اغير كده، اجي هنا برضو اعرض الميديا اوتبوت، اضغط عليها واضغط اتنين اهيت. اجي كده اعرض الكورة بتاعتي التانية كده، مثلا ممكن اقدر اغير السايز بتاعها مثلا كده. بعد كده هاجي على الميرج ديت وادوس على الموديفاير واغير الاعدادات دي عشان الاتنين ما يتحركوش يعني نفس الحركة. انا كده ضفت الكورتين وضفت الباك جراوند بتاعتي. اجي اضيف تكست من هنا وامسك برضو المربع ده اوصله بالمربع ده، هيضيف لي ميرج. كده انا الميرج ديت فوق الميرج ديت فوق الميرج ديت فوق الباك جراوند، يعني التكست فوق الكرة ديت والكرة ديت والتكست فوق الكرة ديت والكرة ديت والتكست والكرة ديت فوق الباك جراوند. اجي على التكست من هنا اكتب اهلا بكم واغير الخط بتاعي مثلا كده. اجي على اللي اوت ارفع مثلا دي فوق شوية كده، واجي على الترانسفورم عايز اعمل لها تحريك. عند الفريم 0 اجي امسك من هنا البلاي هيد الاحمر بتاعي احطه عند الفريم 0 وادوس على كي فريم هنا من الواي، واجي عند فريم مثلا 20 وادوس على كي فريم تاني، وارجع للكي فريم اللي انا حاطه عند الفريم 0 كده، انزلها من الترانسفورم هنا شويه. فانا بقول له من فريم 0 اتحرك لي من هنا، روح لي هنا في فريم 20، ننزل شويه كمان. بعدين اجي افتح السبلاين عشان اتحكم في الحركه بتاعتي، ممكن اكبرها كده شويه واتك هنا عشان يعمل لي فيت للاتنين كي فريم بتوعي، واجي احددهم كده واضغط العلامة ديت او اضغط حرف الاس. ممكن اجي برضو اضغط حرف التي، هيظهر لي الايز ان والايز اوت. اعمل كده اعلي الايز اوت او الايز ان واعلي الايز اوت، يبان كده معايا الانيميشن. انزل كده شوية عشان نشوف، كبر كده شوية، ده الانيميشن بتاعي. بعد كده اقدر اعمله ان انا يختفي وبعد كده يظهر. هاجي عند الكي فريم 0 واجي عند الميرج 2 دي واجي عند سيتنج، او الاحسن ان انا اجي عند تكست من هنا عند الشيدنج واجي على الاوباسيتي بتاع التكست واختار كي فريم، اعمل كي فريم واعمل هنا كي فريم وارجع للكي فريم الاولاني الاوباسيتي اخليها 0. اجي على السبلاين اختار التكست بتاعتي واختار الاوباسيتي وادوس هنا على الفيت اظهر كده، اختار دول اس وتي، ازود مثلا كده شوية يبان معايا الانيميشن بتاعي. عايزين نضيف تكست كمان،
نقدر نضيف تكست كمان من هنا ونحطه فوق التكست ده. نكتب في قناة ريزولف بالعربي، وده هو الانيميشن بتاعنا. اهلا بكم في قناة ريزولف بالعربي. عايز اعمل الزوم ان والزوم اوت اللي انا عملته او الزوم اوت اللي انا عملته، هجيب ترانسفورم واحطها بعد الباك جراوند علشان ما تأثرش على التكست. يعني انا لو عملت كده، بص كده بتحكم في الباك جراوند، كل حاجة ورا النوت ديت هتتحكم لي في الباك جراوند. لكن لو جيت شلتها وحطيتها هنا، كل حاجة هلاقيها بتتعمل، حتى التكست بيتأثر معاهم. تعال نرجع كده. ممكن اجي عند فريم 0 اعمل كي فريم، اكبر شوية كده 1.4 مثلا. اجي عند فريم 14 واقول له ارجع لي ايه ل1 مثلا، واجي اضغط على الترانسفورم واضغط على السبلاين، اكبر كده شوية. طبعا تيجي عند ال3 نقط دولت تعمل show only selected tool، عشان لو انا شلتها هلاقي كل حاجة ظهرت لي، فانا مش هعرف اتحكم في حاجة معينة. فاجي هنا عند ال3 نقط واكتب show only او اعمل show only selected tool، واختار الترانسفورم من هنا، هيظهر لي الكي فريم بتاعتها. ادوس هنا zoom to fit، اختار كل دول، وممكن ندوس اس او العلامة دي، وبعد كده ازود الايز ان والايز اوت. وده كان الانيميشن بتاعنا. كده نكون عملنا زي ده. طبعا هنا انا ضايف جلو، ممكن اجي هنا على الافكتات من هنا اضيف مثلا ديب جلو، اضيفها على الكومبوزيشن دي فيضيف لي جلو هنا. طبعا الالوان مختلفة، انت تقدر تعمل الوان تانية. ده كان الفيديو بتاعنا، ده الفيديو اللي عملناه، ده الفيديو الريفرنس بتاعنا اللي عملناه برضو لكن ده اللي عملناه معاكم. ده كان اول فيديو على القناة. ياريت تكتبولي انتوا عايزين ايه، شرح ايه، او لو عايزين فيديو نعمله بريك داون، او اللي هو مثلا انتوا تجيبوا فيديو يكون حد عامله مونتاج انيميشن واحنا نعمله باستخدام البرنامج. فكل اللي انتوا عايزينه تقدروا تكتبوه في الكومنتات. كان معكم محمد من قناة ريزولف بالعربي، وشكرا جدا ليكم.